السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير، والشعب المصري والشعب العربي والإسلامي كله بخير يا رب. كنا في الحلقة السابقة اتكلمنا على السبع احتمالات إن في ما يحدث بين أمريكا وإيران. قلنا الاحتمال الأول هو إن أمريكا تضرب إيران فعلا. طب إيه الأسباب اللي تخلي أمريكا تضرب إيران؟ السبب الأولاني هو مش لأمريكا، البرنامج النووي الإيراني. طب إيه مشكلة البرنامج النووي الإيراني لأمريكا؟ مفيش مشكلة بين أمريكا وبين إيران في البرنامج النووي. ليه؟ طب ما هي كوريا الشمالية عندها نووي، الصين عندها نووي، باكستان عندها نووي، الهند عندها نووي، روسيا عندها نووي. إيه المشكلة؟ المشكلة مش في أمريكا يا جماعة، المشكلة في إسرائيل. هي اللي عايزة لا يكون عند إيران نووي. دي مش كده وبس، ما يطلع علينا الرئيس الأمريكي ترامب ويقول لك أنا عندي حاجتين: برنامج النووي وعدم قتل المتظاهرين. نفاجئ برئيس الوزراء الإسرائيلي طالع يقول حاجة تانية: البرنامج النووي والصواريخ البالستية الإيرانية. تخيلوا إن هذا الرجل يريد أن يجرد إيران من أي سلاح دفاعي عشان تبقى سداح مداح عنده، لو عايز يخش يضرب بقى زي ما هو عايز، زي ما بيحصل في العراق، زي ما بيحصل في سوريا، زي ما بيحصل في لبنان. إذا هنا هناك خلاف بين الرئيس الأمريكي ترامب وبين إسرائيل. طب دي الأسباب. النتائج إيه؟ ما هي النتائج المترتبة على إن أمريكا تضرب إيران؟ نتائج خطيرة جدا. اقتصاديا العالم هيقف اقتصاديا. مضيق هرمز هيتقفل، التجارة تقف، سعر برميل البترول أبو $65 النهاردة هيعدي 150. ده مش كده وبس. هل إيران هتتأذي من الضرب؟ طبعا طبعا، هيبقى في أذية كبيرة لإيران. طب أمريكا هتتأذي؟ الحرب ما فيها، لا، هيبقى في أذية للاتنين. طب هل الشعب الأمريكي هيتحمل إن يحصل عنده خسائر؟ وده اللي مخلي الرئيس الأمريكي ترامب متردد، لأنه عارف إن الموضوع كبير. تتضرب مدمرة حاملة طائرات، يا نهار أبيض، حاملة طائرات دي تمنها